السلام عليكم أحبابي، إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين في مناسبة رمضان. راح أعمل لكم تحلية جميلة قوي، تحلية رائعة، ومكوناتها حتعمليها في دقيقة مش في دقيقتين. مكوناتها موجودة يعني عندنا بس لبن وموز وفول سوداني فقط، لا سكر، ما تعملي لا سكر ولا حاجة. وعندنا الآيس كريم. الآيس كريم ده هو اللي راح نعمل بيه تحلية. فاهمين؟ بس انا عندي الايس كريم شوكولاته، وانت لو عندك نوع تاني جيبي نوع تاني عادي. انا حطيت نص الكوبايه بتاع اللبن، وحطيت 2 من الموز، وحطيت 2 ملاعق كبار من فول سوداني محمص كده، بس مطحون، بس مش مطحون كتير. وعندي هنا الايس كريم الكيس ده احطه كله. وعايزه تضعفي الكميه ضعفي الكميه. دي تحلية تعمليها بعد الفطار ولا قبل الفطار، المهم سهلة ومش صعبة. تدخليها التلاجة، وبعد الفطار تطلعي تاكليها عشان تكون هي بتكون باردة لما تحطيها في التلاجة. خاصة أطفالك حيحبوها قوي، وصدقيني الطعم ده رهيب، عشان هي ما فيهاش سكر أصلا، واوعي تعملي فيها السكر. أنا هنا ضربت المكونات اللي ذكرتها كويس. انا قلت لكم عندي كوبايه ونص من اللبن. كوبايه ميه، يعني كوبايه ميه كبيره كده ونص الكوبايه. التحليه دي رائعه رائعه رائعه، مش هتشبعي منها، وهتعمليها كل يوم هتعمليها. وحقتها مش غاليه، يعني الفول السوداني مش غالي، تشتري ربع بس، يعني تشتري ربع تعملي بيه. الموز كمان يعني كمان تشتري كيلو ولا نص كيلو موز، تقدري تعملي يعني طاسات كتيرة من التحلية. لو عايزة التحلية دي وعندك ضيوف تعمليها للضيوف، تعمليها يعني تجيك كمية كبيرة. لو عايزة الضغط ربنا تحطي 2 موز، حطي 4 أكياس، تحطي 2 أكياس. اللبن تحطي لتر من اللبن. انا هنا حزود لها الكوبايه اللي كانت باقيه، ما انا حطيت النص قبل، وبعدين زودت الكوبايه كلها. وهنا خلاص هجيب، انا عملت لي 4 كاسات، عشان من اول انا جبت 3 ولقيتها جابت لي 4، يعني كويس، يعني كمية حلوة. ولو عندك اي مكسرات او اي حاجة تحطيها على الوش وتدخليها للتلاجة. دي تعمليها بالايس كريم، بالبودرة الايس كريم. مش يعني تاكليها زي الايس كريم، لا، تاكليها يعني تحلية كده حلوة، يعني ما تكونش مسبكة كتير ولا جامدة كتير، ولا لا، تكون شوية شوية كده، تدي طعم والشكل وكل حاجة. احنا حاطين لها الموز، وحاطين لها كمان الفول السوداني، يعني طعم رهيب رهيب رهيب. جربوها وادعولي. المهم جربوها، وما تنسوش تعملوا لي لايك، تشتركوا معايا في القناة. جربوا التحليات دي، والله التحليات دي رائعة. انا عندي شوكولاتة، حطيت الشوكولاتة بس، كنت كسرتها كده حتت وحطيتها على الوش. وانت لو عندك موز اي حاجة حطيها من فوق، حطيها.
ويا رب تكون عجبتكم الطريقة، سهلة وتعمليها في دقيقة مش في دقيقتين، يعني سهلة خالص. ما تنسوش زي ما قلت لكم احبابي، اعملوا لي لايك واشتركوا معايا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.